أهلا بكم. أصعب إحساس بحياة أي شخص هو الإحساس بالظلم، خصوصا إذا استمر هذا الظلم لفترة طويلة، أن يتم ملاحقتك وتهجيرك وقتلك من قبل أشخاص أقل ما يقال عنهم مجرمين يقودهم طاغية ظالم، أن تكون هويتك اللي تفتخر بيها هي ذنب بعيون ذول المرضى تحاسب عليه. هذا الذنب كان وما زال وسيظل مصدر فخر لكل الكرد الفيليين. ضيوف حلقتنا اليوم هم أم أمير وزوجها أبو أمير، وكذلك السيد يحيى قاسم. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. تقديم على شهادة الجنسية العراقية كان هو السبب بتوجه أزلام البعث لمنزل عائلة أم أمير. بعد يوم واحد من التقديم تفاجأت أم أمير باقتيادها مع أشقائها إلى السجن وتهجيرها قسريا لخارج العراق بعد ذلك من قبل أعوان الطاغية. رحنا على مدير المعاملة مال الشهداء، أخويا كان بالمدرسة وأني بالبيت. أخويا قال تعال نروح نطلع شهادة مال جنسية. احنا رحنا بعد ما شفنا في اليوم جوي أخذانا. أخويا بالسجن وأني ويا النسوان، يعني أنا بالسجن أخذاني جو عسكرية وأخذانا للهاي مكافحة الأجرام مال جميلة. بقينا كم يوم هناك وسفرانا. أبو أمير حكى تفاصيل اعتقاله وتهجيره إلى الجمهورية الإسلامية في زمن النظام البائد. سبب المرض نسأل الله أن يشافيه ويعافيه، كان كلامه مختصر معانا وللأسف ما قدر يكمل اللقاء. جونا قالوا حضروا نفسكم لا عندكم ليلة. احنا عراقيين شو ندزونا؟ قال امر جاي. اخوي عدي بكرماشان اكبر من عدي. دزنا له خبر هو اجى طلعنا من السجن. انتم من اجوكم خذوكم البعث؟ ايه. اجوكم وين؟ شلون اجوكم؟ احكي لنا جيتهم عليكم. كنتوا كم واحد بالعائله؟ ايش صار بالضبط؟ انا بوحدي دزوني. وحدك؟ وحدي ايه. وين ودوك؟ سجنوك اول مره؟ سجن ما اعرف اسمه. بالسجن ايش صار؟ بقينا هناك يومين سجنوني. بعدين هم كانوا يسمعوكم حكي مو زين، يحجون عليكم؟ لا. وين ودوكم بعدها؟ جابونا سيارات ايفا. قال ركبوا هذا
ناخذكم للحدود. بالحدود انتم بعد تروحون. كانت وياكم عوائل هواي؟ هو اي مو وياي. وياكم وياك عوائل هواي؟ اي ساعة يجي. مشينا ركبنا سيارات 18 راكب جابونا قالوا صعدوا. والله احنا من صعدنا شو اخذونا وين؟ بورجد. تعرض يحيى قاسم وعائلته للاعتقال وتم فصله عنهم. أخذوه السجن أبو غريب، وهناك عاش أيام كلها رعب وخوف مستحيل ينساها. بالنسبة صار التسفير سنة 79 80 قاموا بالتسفير. بالنسبة قالوا أنتم إيرانيين لازم تروحون إلى إيران. اجوا أخذوني أني بالنسبة للكاظمية، للأمن مال الكاظمية، ساحة عدن بالكاظمية. سفروني وأخذوني من هناك هم الأمن بسياراتهم، نقلوني إلى مركز مال الشرطة مال الكاظمية. بقينا بيه تقريبا أكثر من أسبوعين. أخذونا المركز شرطة الكاظمية. أول مرة أخذونا بالنسبة دائرة ميدان عدن، دائرة مالتهم مال الأمن والاستخبارات بي. أخذوني لهناك وبعدين أخذوني للكاظمية. نمنا بالكاظمية حدود أسبوعين بالكاظمية، بسجن الكاظمية مركز شرطة الكاظمية. وبعدين بسيارات حاول عبالة قفص مال دجاج أخذونا قدام المدرسة. المدرسة مالتي كانت طالعة بعدادة الكاظمية بالكاظمية. أخذوني بالنسبة وين؟ للوشاش، سجن الوشاش، فالمركز هم مال الشرطة مال الوشاش. أنا الوشاش ما شايفه بعيني، بس رحنا للوشاش أني وتقريبا 10 نفرات أخذوني للوشاش. من الوشاش بقينا فد 10 أيام وأخذوني لأبو غريب. أنا أبو غريب أصلا ما أندله وما شايفه. أخذوني سجن أبو غريب، قاعات خاصة بأبو غريب، كل قاعة تقريبا 100 إلى 110 نفرات كل قاعة بيها. سجنونا بيها أشهر بيها. قضينا بأبو غريب كل ساعة يحسبونا، كل ساعة أوقف يابا الحايط شنو نطب بالحايط، نطلع ننهزم. أسأل يقولوا لي انهزم وين أروح؟ أصلا ما عندنا المنطقة، ما عندنا هذا السجن مال لابو غريب. اصلا اسمه ابو غريب، شنو شو اسمه ما عندنا. اخذوني للسجن لابو غريب وبقينا بي بعد الحرب ما بادي، باقي بعد يمكن فد شهر يبدي الحرب. وشو قالوا منو يطلع؟ قلت لهم ماني اطلع. تشتغل ويانا؟ قلت لهم مشغول. اذا اطلع خلص نفسي من هذا المكان. ولد خالتي هم كانوا وياي، قال تقعد لا تسوي لنا مشاكل، اقعد. قلت لهم خلي اطلع، اذا قتلوني واذا ما قتلوني الله يرحم الراحمين. تنفصل أمير عن أشقائها المعتقلين، ووصلت النذالة والقسوة بأعوان الطاغية أن يهجروها لوحدها بدون أي شخص من عائلتها. لذلك قرر شقيق أمير الأكبر أبو مهدي أنه يسقط الجنسية العراقية عن عائلته بالكامل حتى يلتحق بأخته بالمهجر، خوفا عليها من البقاء وحيدة. أنا أخويا بالسجن بس أنا يعني سفراني. يعني بس أنت وأخوك بالعائلة؟ لا هو أخويا الكبير هم عنده زوجة وما جهال عنده. كان يقول هاي أختي وحدة ما تروح لإيران، ما حد ما تعرف. هو مخطية شو اسمه الجنسية ماله سقط، هو ومرته وجهاله جو ويانا شرب أكل، بس احنا ما ناكل كنا. أختي من برا، أخويا جمال من برا يجيب لنا، هم كنا ما ناكل من القهر. اي هسه جمال أخويا بس السجن ويا جلال. هسه معلول خطية أخويا ببغداد، جمال أبو أمجد معلول ببغداد. والله خسروي، جابوا لنا سيارة مال شو اسمه هاي شو يسموه
ودونا وين؟ بخسروي. من خسروي هم جون اخذونا الجهرم، البروجد، لا البروجد استغفر الله. قال له لا تروح انت ما ادري شنو مرتك، قال لا اني اختي وحده تروح، انا شلون اعرف هنا؟ لازم اروح وياها. جلال ما ادري انا من سفراني بعد بكى وراي، هوايه بكى وراي، كان يفكر بي. انا جيتني هنا بعد ما ادري اخذوه بفد البيت ويا اختي، كنا قاعدين بالعقاري، انطتنا غرفتين ويا اختي قاعدين. فاني سفراني اخويا ذاك بقى خطيه، كان جندي هذا الشهيد. بعد ما ادري شلون اخذوه، انا كنت هنا. يعني أنا هواية حنينة، ما يقول يعني ما يحكي جمال لما لقيت كتلوه ضربوه هم يحكي، يقول ويا البنكة شددون ويا البنكة بس يضربون بيا. هسه أخويا ببغداد معلول مو يعني هالقد ما يقولوا لي يعني هواية أنا شوية شو اسمه عليهم حريصة. ولد أختي أخذوه، هو من أخذوه بعد ما أدري سووا بيه، ما ندري. شلون وصلش خبر انه هو استشهد؟ قالوا شو اسمه زندان هاي شو يسموه ابو غريب هناك كان. بعدين قالوا قتلوه. فقير بالكرينات كان يشتغل، فقير هوايه فقير، كان يشتغل يجيب لنا لقمه خبز يعيشنا. كان هو ورسول اخويا. انت عندك اخوان كم واحد عندك؟ اني اخوان كانوا 6، هسه بقينا 2 اخوتي، واحد شهيد والباقي مات الله، واحد سرطان، واحد ما ادري. هذا جوية الايران ذاك من خطية توفى ذاك اليوم ذاك السنة، ابو مهدي جبار. سما دمنا الذي سفك ومن قد جار قد هلك، هذا الدم المسفوك ظلما قد نما، والصبح أشرق إن ذا شفق الدماء. شباب أعدموا ومضوا، شهادتنا غدت فلك من النور العظيم وراية وحماة، مطر ليحيي الأرض من دمنا هما، وأهلينا بتهجير وموطننا لذاك بكى، يبكي على الفيل يترك بيته، والبيت يبكي باشتياق دائما. بعد فترة من تهجيرها التحق بأم أمير شقيقها الآخر عبد الله اللي كان معتقل أيضا بسجون أزلام البعث. لكن لما شافت أم أمير أخوها خافت جدا لأنه كان يضحك باستمرار. خوفها كان بسبب معرفتها بالأساليب القذرة اللي يسويها أزلام البعث مع المعتقلين، من حقن السم البطيء إلى التعذيب اللي ممكن أنه يفقد الإنسان عقله. بعدين ورا 20 يوم أنا بكيت وسويت، قالوا أختي 20 يوم أخوك وراك. أنا يوم رحنا القزوين عزمونة قالوا عبد الله جاي. أنا من الفرح ما أدري شو أسوي، جيت أخويا بس يضحك، عبد الله بس يضحك. قلت له شلون هذا ضربي إبرة مخضليه هالقد ما يعني. قلت تعال أشوف جسمك أخاف مسوي لك فشي، أشوف بس تضحك. قال أنا من الفرح دا أضحك، شفت أهلي بعد كلية كانت ببغداد عبد الله أخويا. هيك هو من الفرح كان يضحك، أنا عبالي تخبل. مو صدام كان يقتل الأوادم، أوبر يضربهم ما أدري يسممهم، هو كان وياهم أخويا بالسجن.
تم تهجير يحيى قاسم مع كثير من العوائل والشباب الفيليين إلى إيران. حلمه الوحيد كان إنه يلتحق بعائلته اللي صار له أكثر من 7 شهور محروم منهم. هذا الحلم تحقق في إيلام. والله صار التسفير وجابونا لبنى العامة، يومين هم بقينا بالأمن، انطونا كل واحد يعني ما ادري 4 قبل 25 انطوني، وصار التسفير ودزونا بسيارات خاصة ب7 سيارات، هاي سيارات خاصة ب 18 راكب، وجابونا الخانقين. أنا خانقين ما شايفه بعيني، وقالوا لنا تقريبا فد يومين 3 بخانقين، احنا انسجنا. ووراها قالوا هذا ايران، جابونا الحدود يسموه حدود خسروي، ما عندنا اني شنو، قال لي ورا الجبل وهم يجوكم. والله جينا ورا الجبل، استقبلونا فد واحد من آل الحكيم، قال لي تعال عبالك يعرفونا، وجابونا ورحبوا بينا، اما بس بنعرف العالم منه، والخوف صدق كان قاتلنا اصلا الخوف. واحنا تقريبا شرنا كم سياره تجمعوا، وصلنا حوالي فد 30-40 نفر، وجينا لايران. بس لا اعرف اهلي وينهم، لا اعرف عائلتي وين، لا اعرف اخوتي خواتي وين صاروا، ما اعرف. جابونا الكرمانشاه، قالوا هاي كرمانشاه، بعد ما اعرف. بعدين من نقلونا هم حوالي يومين بكرمانشاه، لبنا بفد منطقه ما ادري عسكريه هذا، وجابونا الى ايلام. ومن ايلام حسوا اهالينا احنا واصلين ايلام، اجوا علينا الايلام من اهلي، امي وابويا والاهل كلهم اجوا علي، بعد ابنهم الكبير وجينا. وكنت انا كان عمري ذاك الوقت 18 سنه، هسه صاير انا عمري 64 سنه. التقيت ويا امي وابويا واصلا متعجبين شافوني، احنا فلتنا من عندهم، يعني هم سفرونا، والا ورايا كلهم دول اصدقائنا وولد خالتي صاروا، والمقابر الجماعيه صارت، بعد ما اعرف انا بالقضيه. واللي اجى والما اجى بقى لهناك واندفن، صدق اندفن بالعراق. موجوده كانت امهم ما مسفريهم، هم واقفين دا ينتظرون شو يصير بيه ويسافرون ولدهم، ما يسافروهم. رجعوهم حسين وحسن، رجعوهم لان امهاتهم وثبتوا بان هم عراقيين، هم عراقيين واحنا صرنا الايرانيين. والله اعرف اعرف ناس اصلا انفقدوا وجو ينفقدوا بالعراق، هسه اساميهم ما اتذكرها، بس واحد منهم اسمه فؤاد الكاظمي، ملا فؤاد الكاظمي، قرايبي كان وياي بابو غريب، اخوه سعدي هم وياي بابو غريب، البته بالعمر هم تقريبا 2-3 اكبر من عندي، بس بقينا بسجن هم بقوا 9 سنوات بابو غريب، 9 سنوات ما اعرف شيء. وراها امهم جدتي طلعتهم، اما اثنيناتهم متوفوا وراحوا، اثنيناتهم ولاده العراق واثنيناتهم ولاده الكاظميه. ايه بعد ما اعرف والله. عندنا جناسي، والله عندي جناسي، والله ذاك الوقت اللي كان صدام يحكم العراق لنيش جناسي ما عنده، يسموها المملكه العراقيه. هسه انا صرت ايراني ولا اعرف، نسينا والله عمي، نسينا لحد الان ما احكي شو اسوي. بعد السقوط بحثت أمير وعائلتها عن جلال، كان عندهم أمل أنه بعده حي. هذا الأمل تلاشى. جلال هو واحد من آلاف الكرد الفيليين المغيبين. يقولون ما ميت، أقول ما ميت، وخبطوني الجنازة ماله، وين العد صار بي. هاي بنت أخويا راحت لبغداد مرتين، سوينا وكالة إلها، كل شيء ما سوت. شو تقول؟ تقول مزوج، بس ما مزوج هو، بعده خطية، كان عنده خطيب. قالت له الخطيب، قال روحي لزوجي، أني شايت قتلوني، شايت ما طلعوني من السجن، روحي لزوجي بعد شابة، بعد ما أدري صار بي. أنا قلت إذا أخويا جلال سالم أذبح، كان عندي توت 2، قلت أبيع البتوت مالي، ما عندي فلوس أذبح طلي إله. أشوف جلال استشهد، وأشوف صدام سقط.
هم ايش قد فرحنا، هواي فرحنا. سويت من صغر صدر؟ والله كيفنا، هواي فرحنا. يعني عيدنا كان، شو اقول لك، شو اسمه محمود ابو الكباب شي خوب ولده مكتلوه. محمد ابنه كان قاضي وقاسم وعلي القاضي، وابنه الصغير ما ادري 15 سنه عمره، ما ادري كم سنه، ابن عمه لابويا هذا ابوهم. خطيه كتلوهم، وابن خالتي هم كتلوه، ابن نوريه بنت خالتي هم كتلوه، طاهر ومحمد. مالك الشاي يسموهم، ابوهم مالك الشاي كان. اي وابن خالتي هم كتلوه. يعني هوايه من عشيرتنا كتلوه، هوايه. لقيتوا لهم جثث لهم ينضاعوا؟ بس محمد ابن خالتي اخوه كان بأربيل، راح شاف جسمه، سنونه ما ادري شلون، من السنون ماله عرفه دفنوه. بس اخوتي وولد اختي، واحد كان مهندس معماري على صاد، واحد كان دكتور على صاد. كنا بفد غرفه قاعدين، انا كنت ويا ابن اختي هذا عيادي استشهد. كان يقول خاله لا تحكين كردي، لا تحكين كردي. قلت ليش ابويا؟ قال جهاز خالي ورا الشباك مالنا، هسه يجوني يلزموني يقتلونه. خطيه كان هو يخاف. كان يقول خاله اذا اصير دكتور أنا أخاف من عملية أسوي. قلت لا أسوي. قال لا ما يصير، لازم أسوي عملية. يعني هواية كان يخاف من العملية وهاي. قلت الله كريم أبويا شو أخذوه خطية يومين قتلوه. يعني أشوف إيده يعني شو أقول لك، هواي القرآن أنا ربيتهم، أسوي لهم أكل، أغسل هدومهم. والله من سفروني قام يبكي صار علي. كنا في البيت، ولد اختي واخوتي كلنا في البيت. الجوارين يقول يا الخال يا ابن اخت، يعني كلنا في البيت كنا عايشين. هسه ابن اختي الكبيره من خطيه مهندس مال شيمي ببغداد كان يدرس باكفاتان. خطيه ذاك من القار اول العام مات خطيه، كليته وهاي من القار مال اخوته وخاله. خطيه مات. الحقوق ما زالت مغتصبة، والكردي الفيلي مظلوم لحد الآن. هذا واقع يعيشه أغلب المهجرين الفيليين، ومنهم يحيى قاسم. جملة ما راح ينساها قالها أحد الموظفين الحكوميين إلى بعد مطالبته بحقوقه وأملاكه المسلوبة: اثبت أنك عراقي. والله أنا ابن منطقة كان عندنا محلات 3 أدوات سيارات في منطقة العلاوي، شارع شيخ معروف، 3 محلات أدوات سيارات أخذوهن هن والغراض. بعد ما نعرف صار، حتى فلوسنا حتى ذهبنا هم أخذوه، حتى أكلنا جدورتنا بيوتنا كلها صادرت وراحت. راجعنا عليها بس ما حد بدا يمشي أمورنا. منو تثبت؟ شلون تثبت أنت عراقي؟ قلت له رحم الله والديك، أنت صرت هسه عراقي وأنا صرت إيراني، أما أنا ولادة العراق، ابن العراق، أما شو تسوي؟ هذا هي الوضع اللي هسه لحد الآن إحنا هم باقين بالنسبة على مود البيت. لا والله حرام، قران والله. ما قلت بنت اخويا راحت هسه ابوها ميت، تقول له بعد اني ما علي اسوي مالكم الوكلاء، ما سوت لنا. لا والله حرام، ما رايحه لبغداد، يريد مكان ابويا، يريد فلوس يروح لبغداد. هسه هذا خطيه بالصفه، حقوق كتب حقوق ماله، هسه ما يقدر يروح لبغداد. وين نروح ابويا؟ مو بلاش، مكان يريد، فلوس يريد، مو بلاش ابويا. لا موجوده الجنسيه مالتي، ماخذوها من عندي، حتى جناسي مال 57 عندي راحت. هسه قدمت على جناسي واخذوها جناسي، اما قدمت انطوني يعني عوضوني الجنسيه مالتي، انطوني اياها. عندي جنسيه وشهاده الجنسيه عراقيه، بس بطاقه الموحده ما عندي، لان بعد ما راجعت انا. ما نطاني، لا عندي حقوق ولا ماخذ حق لا من العراق ولا من ايران. ما نطاني، اني تدمرنا تفلشنا، راح بعد يا حقوق ترجع للعراق يقولوا لي ارجع لنشوف بالنسبه على مود حقوقك سجنك هذا.
والله عمي رجعت ما مشوا كل شغله اليه. قالوا عمي جيب السند. قلت له هو انا باقي شيء سند ايش؟ هو انا جنسيتي اخذتوها سند مال بيت يا سند. تعال امشي اذا اشوفك المنطقه يعرفوني لو ما يعرفوني. كل العالم ما اخذتهم والله هم عرفوني بالنسبه للاسناد والاشياء اللي قال عمي نعرفها هذا البيت مالتهم. والله العظيم طلعوا الجوارين كلهم طلعوا قال ابوك امك شلونهم؟ زينين؟ قلت لهم جايين. بس شو تسوي؟ قال سويتوا على البيت. قلت له سوي على البيت. صدام باعه وراح البيت بعد. شو تسوي؟ هاي موجودين واحنا بخدمه الله يا رب العالمين استر علينا ودارينا بس لا تمرضنا. قام راجعنا على الموضوع يقول تعالوا اصبروا لنا. يا بس قد الصبر 40 45 سنه انا صبرت. ابويا ماتوا، اهلي هم انتهوا، ما ادري بعد ويوم انتي تحكي ما ادري. انطونا اوراق بالنسبه على مود البيوت، كتبنا عندنا بيوت، عندنا اراضي، عندنا محلات. لا اراضي لا محلات لا بيوت، الحمد لله والشكر. هسه احنا عايشين بايران الف الحمد لله والشكر. ترجع للعراق كلها يراد لك فلوس وخرج ودوائر. يعني الشغله مو شغله بسيطه، شغله كل صعبه. الفلوس اللي نطلعها بايران في تخرجها بالعراق شيء تروح تاكسيات. وبالنسبه كل الشغله كلش غاليه. المنطقه الى منطقه من منطقه والله يعني من بغداد الى النجف ب120,000 عراقي لما حسبته يصير 3,400,000 500. هذا انا عندي سياره اشتغل بيها بس شفت الشغله كلش صعبه. وانا مين اطلع على هذا والله يعني اشوفها صعبه اصلا. ما رحت حتى اخر شيء قبل شهرين انا كنت بالعراق. يعني زياره كربلاء ما رحت بس رحت مال النجف. عجبني النجف حلوه. سلام الله على امير المؤمنين حيدر الكرار. حلوه اما تباوع لا تقدر تشتري شيء، لا تقدر تشتري هذا بس تباع والعالم. اما شو تسوي؟ هذا هو. جينا بعد الايران لنشوف شو يصير. اصبرونا على مود البيت. قالوا لنا اصبرونا بالنزاعات الملكيه. قال خلي يصير عندكم صبر واحنا صابرين لنشوف شو يصير. عندي قرايب، عندي اصدقاء اولادهم يمكن 12 نفر انسجنوا وياي وامهم والاب تمرضوا هنا تمرضوا. قاموا ما ادري شو اقول لك يعني. وجهالهم وعرسهم واطفالهم وقسم بهم حتى طلعوا من ايران عن طريق اليو ان سالمان ميلن اجوا اخذوهم للسويد. اعرف اسمه بالسويد اما بعد ما اعرف صاروا وين وصلوا. اقرباء اصدقاء هوايه مو واحد واثنين. انا بقيت بايران حتى بالبدايه قالوا لي اطلع هذا السويد مفتوح، لندن مفتوح، والله ما رحت. قلت انا باقي بالجمهوريه الاسلاميه دا اشوف شو يصير المصير مالتنا الى متى؟ نرجع والله ما اعرف بعد انا. والله ابو الجهال مريض. شو اقول لك والله هوايه مريض. انا اغسل راسه مثل ولدي، اغسل راسه البس هدومه البس هدومه مش ما اخلي له ما يقدر. جرى مي من راسه سقطوا لي اياه. هسه ما عنده حقوق منه والله العلي العظيم. هسه بيت هاي اختي ماكو مرات يدزولنا ولده بالخارج شو اسمه يدزولنا مو هوايه يعني 1,000,000 3 مليونات منهم يجونا يساعدونا. خطيه الوش اقول حرام علي. خاله ما عندك اي راتب انت؟ لا والله ما عندي راتب والله ما عندي. شلون عايشه خاله؟ الله هو عندي ولد خطيه شاغل مو دكان ماله جوا عامل اي والله شو اسمه ميكانيكي.
هو اسمه وحقوقه مو هالقد خطيه. والله انت مثل ابني الموبايل ماله انكسر، قال يوم الموبايل مالي انكسر بعد ما شو اسوي انا ما عندي فلوس اشتري. والله انا خابرت اختي قلت لها ابني كسر قلبي، قال لي ليش؟ قلت ما عنده موبايل يشتري، كسر قلبي هذا الموبايل خوف يشتغل بيه خطيه. بعد ما حكت اختي مو بيديها هذيك خطيه. هسه فلوسها قليل هم يعني مو هالقد معاشه. مو هسه اذا تروح لبغداد يشيلون خشمهم، وانا مو مثل ذيك المره هو يعني شو اسمه حساسه. كان ويا بيت خالته هم مرت اخوه يصير هم خالته. جهال يروحون للمدرسه لو ينامون هو خطيه من الصبح يروح للشغل ساعة بال4 يعني يشوف الخيال على الشط ماله، يخاف من الخيال ماله، يقول هاي ملايكه لو شيء، كان من الخوف يروح للشغل. فاليوم اشترى ساعة من الحقوق ماله لزموه خطيه، لزموه قال هاي انت بايقه، قال والله انا مشتغل مجمع فلوس واشتري الساعة شنو خطيه. ودوه للسجن ما ادري كم يوم وطلعوه. بعدين هسه ويا خالته واخوته ولد اخوه هم كانوا نايمين، هو خطيه من الصبح يروح للشغل يشتغل بقلاوه، اخوهم كان يبيع بقلاوه ببغداد ويا الجواد شكرتي. خطيه من الصبح يروح يخاف من الخيال ماله. بعد هذا تجمع يشتغل إلهم وذلك نايمين. هسه من اجوا هنا هو اجا وياهم ويا خالته وولد اخته ولد اخوه، اشتروا بيوت وهاي طلعوا من البيت. والله شو نسوي قوه يعني. هسه ما ناخذه للدكتور، تريد الصدق غير احكي الصدق على مود الفلوس. كنا ناخذه سوا لا شو اسمه ماي راسه، هسه ما يقدر يمشي ما يقدر يحكي. اني انتو مثل ولدي ولدي والله اني اخسر له مو عيب يعني، اخسر له البس هدومه، يريد فلوس هواي مال دكاتره وازمايش وما ادري شنو يريد. ما نقدر نروح ما ادري قال ماي براسه، جاروا من ظهره ماي مال راسه اشو هيك صار. هسه تكرم انتو مثل ولدي يروح للخلا يوقع، اني قوه اجر اني البنيه. بعد ما نخابر ابني اقول على المطر اخاف يصير بيه باشياء اخاف عليه. لو يروح للحمام يوقع من الحمام قوه اجره طلعه برا. يعني من يروح تكرمون للتواليت من تعطل اسع ابو امير اذا واقع اروح اجره طلعه. ما نقدر نروح لبغداد، هم يريد فلوس هم يريد بيت هم يريد عافيه ابويا. هسه ما يخالف عافيه ما لازم، بس يعني مشون شغلنا مجبورين يعني نروح يومين 3 أيام نبقى ونجي. هذا ما يقدر بالسيارة يروح إلا بالطيارة، ما يقدر يعني فكرة مو شيء. زين شو تطلبين من المسؤولين من الحكومة العراقية؟ شو تطلبين؟ والله يساعدوني، هذا حالته مو هالقد. والله أجار قاعدين والله مزين، أختي رحمة بحالنا هم نعطي أجار يعني رحمة بحالنا خطية. ما عندنا يعني نروح للدكتور نسوي آزمايش، هذا حبوب مالتنا بس نجدده ما نروح للدكتور، لازم كل سنة احنا نسوي آزمايش، عندنا قن عندنا فشار عندنا كل شيء عندنا، يعني ما بينا حيل. على مود هاي الفلوس ما نقدر نروح. هذا ابني خطية حقوقه مو شيء. على واجب يشوفونا حالنا، والله يشوفونا احنا شلون يعني نقضيها. والله مريضين ما بينا حيل. انتم سجناء سياسيين اثنيناتكم؟ انسجنتوا قبل التهجير؟ اي قبل التهجير بغداد سجنونا. هذا ما ادري بعد. انتم ما جات تستلمون اي حقوق؟ لا حرام علينا، قران ملازمين، لا مال شهداء لا مال حقوق. هذا لا ابني دزينا الخارج ما عنده شو اسمه شو يسموه اقامه خطيه، على مود كنا ضعيفين خطيه راح. هسه كل شيء ما سوى خطيه. شوق وحنين وحب الكرد الفعليين للعراق صار مضرب للأمثال. عوائل تهجرت بظروف قاسية ومرعبة، وكثير منهم فقدوا أبنائهم اللي بعدهم مغيبين إلى الآن. رغم كل هالشي
ظلوا يعشقون بلدهم، وبعد ساعات من سقوط الصنم توافدوا بالآلاف للحدود العراقية، كانوا ملهوفين لأرضهم مثل لهفة الابن حضن أمه. والله من يقولون فالشي صار ببغداد أنا أتخبل يعني هواية قلبي ينكسر عليهم، بس أدعي لهم. شو تحنين؟ شو تذكرين بالعراق وتحنين له؟ شنو أكثر شيء تشتاقين له بالعراق؟ والله الأئمة، الأوادم، الزينين كلهم يعني الحنية مالتهم، بس هذا صدام سوى بينا. هسه لحد الان اكو يوم من اعمارنا ما نقول العراق الكاظميه، لا والله كلها نقول العراق كاظميه. ببغداد بعد شو اسوي يعني، بعد اجينا لايران وهسه سكننا ايران وباقين. والله صعدت من دولة آباد ورا السقوط بيومين. أنا من هاي المنطقة المنظمة كانت هنا أخذونا عن طريق سيارات خاصة بدون جواز بدون هذا للحدود، ومن الحدود هدونا هذا العراق طبينا سيارات ورجعنا للعراق. أما رحنا البيت مثلا خالتي تعجبوا، قالوا ها شلون جاي؟ منو جابك؟ وينك أنت؟ أنا قلت لهم يابا هذا السقوط صار وجيت، ما تخاف ما قلت لهم بعد جيت هسه أنا جاي. بقيت حوالي 10 أيام ورجعت لا هوية ولا جواز ولا هذا. رحت البيت القديم شفته، بس ويوم من تحكي لا دقيت الجرس هذا، الجوارين طلعوا وياي قاموا يحكوا لي وقاموا يبكون وقاموا هذا، بس شو تسوي؟ جينا بعد بصفنا طلع، لقبالنا طلع، كلهم يعرفون. قلت له هذا البيت منو اشترى؟ قال باعوه وما حد ما اشتراه، اما هم باعوه. اي مسكون بيه احد. لا ما دقيت الباب، يعني هم ذاك الوقت هم الخوف كان يأذي، هم كنت خايف من نفسي. ادق الباب منو يطلع لي يتعارك وياي، اخليه. انا ولد خالتي وياي قالوا دق للباب، قلت لهم لا عمي الشر خلينا نروح، هذا كافي. جيت وصلت للبيت ورجعت. كربلاء الإمام الحسين تحس بيه يعني أنت مرتاح نفسيا، بس فكرك يم أهلك، فكرك بإيران. هاني جاي أرجع ما أرجع، وين أنام وين أبقى، إلى متى أنا أروح أبقى يم خالتي وعمتي وغير. والله رجعت يعني. دموع أم أمير بعدها تغسل صورة جلال، حزنها عليه يكبر يوم بعد يوم لأنها فقدت أخوها مرتين، مرة باستشهاده والمرة الثانية لأنه بلا قبر تقدر تزوره به. بدو أروح لك جلال، بدو أروح لك أبويا، ما أقدر أجي على قبرك أبويا، قبرك ماكو، بدو أروح لك يابا عزيزي حياتي. والله أفكر بك ليل ونهار، والله العلي العظيم. لي هسه صار كم سنة أنت شهيد، لي هسه أنا أبكي عليك، والله أفكر بك جهالي يدرون. والله بدو أروح لك أبويا، سلام بهش بدا جيدان أبويا، بدو أروح لك عزيزي حياتي. والله أفكر بك أبويا، أخويا العزيز فقير يتيم يسير أبويا، بدو أروح لك مظلوم. مخبلة جهالي والله ليل ونهار بس هالشي، والله مخبلتهم أبويا مريضة أنا. بدو أروح لك يابا، بدو أروح لك. نيالنا ذاك الوقت كنا سويا قاعدين، أبويا شلون أخذك؟ بدو أروح لك يابا حياتي عمري، كنت أحبك أبويا. سويت كليتها إلك خليتها بالثلاجة، قلت ليش أمك بالسجن أبويا، بدو أروح لك، كنت أحبك، أداريك أغسل هدومك أسوي لك أكل، من الشغل تجي، بدو أروح لك يابا حياتي عمري. والله أفكر بيك، والله أفكر بيك، أفكر أيامك والله العلي العظيم. حياتي عمري فقير حياتي،
درب الجوف. بدي اروح لك يابا، ادعي لنا ابويا من يم الله. انت بالجنه، كلكم بالجنه ابويا، كلكم فقراء، كلكم عزيزين علينا، والله الخير عليكم، والله على كل الشهداء. والله بدي اروح لك ابويا جلال، ابويا حياتي.